الحبايب ديالي، لاباس عليكم؟ بخير، احوال طيبه. كنتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطبق صراحه كيجي رائع وبنين. ما تشبعوش منه. شحال هادي وانا نعاون نعملو، وعاد كتب سبحان الله وقلت علاش ما نشاركوش معكم. هاد الطبق ديال الكرعين. صراحه كيجي بنين. ديال هذا ديال العجوله، من الاحسن نشريو ديال العجوله، حيت الكرعين ديال البقر ما كيبغيش يطيب، وهما اصلا يعني كياخذوا واحد الوقت طويل ديال الطياب. وبالنسبه للاضافات اللي غادي نضيف له، المهم انا غادي نوجدو على الطريقه ديالي، حيت كل واحد كيوجدو بالطريقه ديالو. عندنا هنايا بصله، عندي هنايا بصله مشلضه ولا قطعوها بالشكل اللي بغيتو. اصلا هي ملي غطيب غتذوب. وغنحتاجو هنايا 4 ديال الدريسات ديال الثومه، انا غادي نخليهم هكذا صاينين يعني صحاحين. وعندي واحد العويد ديال القرفه انا غسلته. وعندنا هنايا بالنسبه للربيع، عندنا هنايا المعدنوس والقزبر قطعتهم انايا، مهم قطعتهم. عندي الكميه ديال المعدنوس زايده على القزبر. وعندنا هنايا معلقه صغيره ديال السمن حار، اللي بغى يستغنى عليه ماشي مشكل. وعندنا بالنسبه للتوابل، عندنا هنايا التحميره، الابزار، شويه الخرقوم، شويه السكنجبر والمليحه. وضيفوا قزبر حبوب حتى هو طحنوه، حتى هو الصراحه كيجي مزيون. وغنضيفوا هنايا الحمص. انا هنا الحمص فزكتو انايا، المهم بات ليله كيفزك صافي. وغادي نضيفوا له، الصراحه كيجي واحد الطبق رائع ما تشبعوش منه. دابا ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. وعندنا زيت زيتون، انا غادي نستعمل غير زيت زيتون، ما نستعملش يعني زيت مخلطه. الاحسن زيت زيتون الا كان متوفره، ولا ما كانتش متوفره، المهم استعملوا اللي حضر. صافي دابا ندوزو للطريقه. على بركه الله غادي ندوزو نحضروا الكرعين ديالنا. كاين اللي كيقولهم كرعين، كاين اللي كيقولهم فراقاش، المهم على حسب كل منطقه. دابا بسم الله غادي نجيبوا هاد الفراقش ديالنا ولا الكرعين، يعني عندي مغسولين مزيان. بسم الله غادي نوضعهم هنا في الطنجره. صافي غادي نضيف لهم هاد البصيله. بسم الله. انا عندي هنايا 2 حبات ديال البصله، المهم ماشي كبارين وماشي صغارين، معوضين. صافي غادي نضيف لهم هاد المعلقه ديال السمن، معلقه غير صغيره د السمن حار. الا بغيتو تستغناو عليه ما كيعجبكمش صافي ماشي مشكل. صافي غادي نضيف لهم واحد الكميه ديال الربيع، معدنوس وقزبر، تقريبا 2 معلقات. صافي وغنضيف هاد الدريسه ديال الثومه، هكذا غنخليهم صاينين يعني صحاحين. صافي وغنضيف هاد العويات ديال القرفه والتوابل. صافي بالنسبه للتوابل قلنا هنايا الخرقوم والسكنجبر، الابزار، التحميره، مليحه. الا كان عندكم قزبر حبوب ضيفوه. كاين اللي كيعمل الكمون، الصراحه انا ما كيعجبنيش بالكمون، كيجي المذاق بحال ديال الدواره يعني. المهم انا كيعجبني العطريه هذه، وكيبقى الذوق كل واحد. بسم الله. صافي عندي تقريبا معلقه صغيره قد هذه من كل حاجه. صافي غنعمل زيت زيتون. بسم الله. متعملوش بزاف حيت هما اصلا كيطلقوا داك ليدام ديالهم مع داك المعلقه صغيره السمن اللي عملنا. صافي دابا انايا عندي الماء طايب، غادي نجيبو وغادي نمرق. ما غاديش نعرقه، هو داك التعريق كيخليهم بحال يتقرزوا كيزيدوا يقصحوا. المهم غادي نمرقهم. وبالنسبه للحمص ما غنعملوش دابا، الحمص غادي نخليه حتى كيطيبنا نص طياب بعد هاد الكرعين، حيت كياخذوا وقت. ديك الساعه عاد غادي نضيف الحمص ويكمل الطياب، وان شاء الله ديك الساعه نوريكم الشكل النهائي. دابا المهم انا غادي نمرقها.
وبالنسبه للتمريق عملوه واحد الكميه يعني المهم حتى يتغطى داكشي. وملي تجيو طيبوه من الاحسن نقصوا العافيه وطيبوهم المهم عطيوهم وقتهم. كل ما عطيتوهم وقتهم كل ما كيطيبوا كيجيو لذاذين وكيجيو رائعين الصراحه ما تشبعوش منه. بسم الله. المسخونين حسن من ما بارد باش ما يتكرزوش. صافي انا غادي نزيد غير واحد شويه. صافي انا مرقتهم. دابا غادي نشد على الكوكوط ديالنا او الطنجره ديال الضغط. صافي وغادي نعملهم على بوطه ونخليها حتى كتبدا تدور الصفاره. غادي نقصلها ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. ديك الساعه غادي نضيف الحمص ان شاء الله. صافي انا شديت عليها. المهم هما بداو فحال اللي علين يقربوا يطيبوا يعني باقي ما طابوش الطياب كامل. دابا غنضيف لها الحمص. بسم الله. المهم الحمص كيبقى الكميه اللي عندكم متوفره واللي باغيين. صافي دابا غنشد عليها ونخليها حتى يطيب هذا الحمص. ومهم تشرب المريقه وديك الساعه نوريكم الشكل النهائي ديالها. الصراحه كتجي رائعه. هذا الفراقش بالحمص كيجيو روعه. وهذا وقتهم مع البرد وداك الشيء تبارك الله يعني هما كيعطيو حتى الطاقه للجسم. صافي غتذوقوها. انا غنزيد شويه د المليحه جاتني مسوسه. صافي غنزيد غير شويه د المليحه. صافي وغادي نشد عليها. صراحه انا كنت شديت عليها عاد تفكرت كنت خليت شويه ديال الربيع مقطع حتى هو غادي نضيفو عليها باش ملي كطيب كيبقى باين كيعطي واحد المذاق رائع. صافي دابا غادي نشد عليها. تبارك الله طابوا. غيزيدوا غير يشربوا شويه د المريقه باش كيكونوا معروفين طابوا تبارك الله. حتى داك العطر ملي كيكون في وسطهم كيتحيد بوحدياتو. حتى اللون ديالهم كيتبدل يعني اللون ملي كتكون حاجه طيبه كيكون مختلف على ملي كتكون باقا شاده في راسها. غتزيد غير تشرب شويه حتى الحميص طايب تبارك الله وفي نفس الوقت بقى مفروس ان شاء الله. المهم غادي تشرب شويه مريقه ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هو الشكل النهائي الطبق اللي حضرت معكم ديال الكرعين بالحمص. صراحه كيجي بنين والريحه ديالو ما شهيتكم فيها غزاله كتشهي. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. ما نساونيش من لايك وتفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد وهذا فضلا وليس امرا. وكنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والى فيديو اخر ان شاء الله وبصحه والراحه.